فكرة ان انت تجوع الفراخ من ساعة لساعتين في اليوم، فاصل كده بين كل وجبة والتانية، فكرة ممتازة جدا وهتساعد معانا في رفع الوزن. لان بالطريقة دي انا بزود سحب العلف عند الفراخ. ده غير كمان ان انا بدي فرصة للجهاز الهضمي ان هو يستريح علشان يشتغل ويهضم. فلما الجهاز الهضمي هيبقى شغال بشكل تمام وبيهضم كويس، معنى كده ان في سحب على العلف، معنى كده ان العلف اللي هياكله الفراخ هيستفيد بيه فهيدينا وزن. بالاضافة لكده كمان لما نكون منزلين حاجة على المية لرفع وزن الفراخ، يفضل ان احنا نعطش الفراخ على الاقل ساعة قبل ما ننزل الحاجة اللي احنا بننزلها على المية، عشان الفرخ يشرب منها كمية كبيرة فانا استفيد اكتر من الحاجة اللي انا منزلاها دي في رفع الوزن. النهاردة اليوم 29 من عمر فرخ التسمين، الفرخ الابيض. بعض الناس بتسأل ازاي اقدر ان انا احافظ على الحرارة ما تنزلش مني، ما يبقاش عندي تفاوت في درجات الحرارة ما بين الليل وما بين النهار. ازاي اقدر ان انا اقلل استهلاكي في الكهرباء وفي الغاز؟ هقول لكم في الفيديو ده على معلومات وافكار ممكن ان هي توفر معاكم في استهلاك الكهرباء والغاز وتحافظ على الحرارة عند الفراخ بحيث ان هي ما تنزلش. تابع معايا الفيديو للنهاية. يلا بقى حط لايك للفيديو واشترك في القناة لو انت مش مشترك، وفعل زر الجرس، وصل بينا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشكلة اختلاف درجات الحرارة ما بين الليل وما بين النهار هي اللي بتسبب مشاكل عند الفراخ، المشاكل التنفسية اللي زي الميكوبلازما. والمشكلة دي لو فضلت موجودة مهما نزلنا أدوية ومهما نزلنا علاج مش هنعالج المشكلة، لأن السبب الرئيسي المشكلة لسه موجود. درجة الحرارة بالنهار بتكون كويسة، يعني زي ما انتم شايفين انا حتى عندي النور اهو قاطع، بس الحرارة في الترمومتر عندي 27 26، يعني الحرارة تمام مش مولعة حاجة. بس لو الحرارة نازلة عن كده انا بولع حاجة. زي ما انتم شايفين الأوضة اللي انا بربي فيها شباك وفيها بلكونة، الاتنين دول انا فاتحاهم بالنهار. بالليل بقى في بعض الناس بتلجأ ان هي تقفل على الفراخ بالليل، وده برضو سبب من اسباب الميكوبلازما. يعني الناس اللي بتقولك ان انا مدفية الفراخ وما عنديش اي نزول في درجات الحرارة، بس الفراخ برضو عندها برد وعندها عطسة، فده بيكون بسبب التكتيم، لان التكتيم هو كمان يعمل عند الفراخ ميكوبلازما اللي هي العطسة والخنفرة. طب بعمل ايه علشان ما كتمش على الفراخ وفي نفس الوقت برضو درجة الحرارة عندي ما تنزلش؟ بجيب زي ما انتم شايفين انا شادة الحبال اللي انتم شايفينها دي، اللي انا حاطة فيها اللمبات اللي معلقة فيها سلك اللمبات، انا شداه في نص الشباك ونص البلكونة، يعني سايبة نص الشباك من فوق الحبل والنص التاني من تحت الحبل، والبلكونة نفس الموضوع. باجي بقى بالليل بأفرد اي حاجة فوق الحبال دي بحيث ان يبقى فيه جزء من الشباك فوق الغطا والجزء التاني يبقى من تحت الغطا. لو خدت بالكم من الفيديوهات اللي في بداية الكتاكيت لما كنت منزلاها جديد في عمر الفراخ في البداية، انا كنت مخليه الشباك كله من فوق الغطا، لان كان الكتكوت لسه صغير ان الهواء الشديد ممكن يعمل له مشاكل. انما دلوقتي في العمر الكبير الفرخ بقى محتاج تهوية، بقى محتاج اكسجين اكتر من الاول. المشكلة بقى ان بالليل درجة الحرارة بتنزل وفي نفس الوقت احيانا بيكون فيه هواء شديد، فمش هينفع اسيب التهوية دي هي كده، هتعمل عندي مشاكل. فانا بجيب اي غطا عندي مشمع ببطانية اي حاجة وبفردها فوق الحبال اللي انا شداها، بخلي جزء كبير من البلكونة والشباك فوق الغطا وجزء تاني كده صغير من تحت يدخل للفراخ هواء، ومش بقفل المكان كله بالغطا، يعني مش بحط الغطا من الحيط للحيط، لا انا سايبه مساحات من الجوانب حوالي نصف متر من كل حيط للغطا، يعني بحط الغطا في النص وبسيب مسافات من الجناب بحيث برضو ان النفس الموجود عند الفراخ يخرج ويدخل هواء جديد غيره من الهواء اللي داخل من فوق الغطا. بالطريقة دي بقى كده انا بحافظ على الحرارة ان هي متتصرفش مني بالليل. ده غير كمان ان انا بستعين بشعلة تانية زيادة بولعها برضو بالليل علشان برضو اظبط درجة الحرارة ما بين الليل وبين النهار. ببتدي انفذ الفكرة دي بداية من بعد المغرب، اول ما الشمس خلاص غابت والجو ابتدى يبرد على الفراخ، لحد بقى الصبح الساعة 11 او الساعة 12. اول ما الاقي ان الجو سخن ببتدي اول حاجة اشيل الغطا، ومن بعد كده بنص ساعة بطفي الشعلة، يعني بنزل الحرارة بالتدريج، مش اول ما اصحى كده اروح شايلة الغطا واطفي الشعلة اللي انا مشغلاها وانزل الحرارة كده فجأة عند الفراخ. بفكرك تاني علشان ما تنساش تصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ده كان فيديو النهاردة بناء على طلب أحد
المتابعين اللي عنده اي سؤال او عنده اي استفسار، عندك اي حاجة عايز تسأل عليها، يا جماعة انا برد على كل الاسئلة، برد على كل التعليقات. لو في حاجة محتاجة مني اني اعمل عليها فيديو واشرحها بالتفصيل بعمل عليها فيديو. ادعيلي دعوة حلوة من قلبك وشجعني بلايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس. في نهاية الفيديو تحية طيبة مني لكل الناس اللي بتتابعني وبتحبني وبتشجعني.